هل تعبت من شكل بطنك وتحس باللي حاولت كتير وفشلت؟ أنا مثلك بالضبط، ولكن هذه المرة قررت أعمل تحدي لنفسي مدة 21 يوم، تمارين وانضباط والتزام. هل ممكن فعلا أغير جسمي وأغير حياتي؟ خلينا نكتشف هذا سويا. هل أنت مستعد أن تبدأ معي؟ يلا نبدأ. سوف أعطيك 5 مراحل في هذا الفيديو حتى نوصل إلى جسم خيالي. أوكي؟ في المرحلة الأولى سوف نتكلم على ما هو تحدي 21 يوم. التحدي مو بس تمارين البطن، هو أسلوب حياة لازم الإنسان يتدرب. كيما راك تاكل وراك تشرب لازم تتدرب. أوكي، خلينا نبلش في هذا التمارين اللي هما غادي نلعبوا تمارين 3 تمارين في اليوم. أوكي، 3 تمارين في اليوم، مدة تاعهم من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. أوكي، وتقدر تعملهم في البيت. أوكي، بدون أدوات. أوكي، هذه هي التمرين اللي هو غادي نلعبوا تمرين كما راك تشوف في الفيديو، تمرين البلانك كما راك تشوف، تمارين ثابته، زائد غادي نلعبوا تمرين الكرانش. راني نعملكم الامثله باش تعمل مثلي. اوكي، ونزيد راني غادي نعمل تمرين الليغ رايس. اوكي، هادو تمارين ثابته، وكاين تاني تمارين التحمل. اوكي، الهدف من هذا التحدي مو بس تمارين البطن، هو الخروج من منطقة الراحة ومنطقة الكسل. اوكي، خليني نكون صريح معك. في ايام غادي تحس ان جسمك ثقيل وما راكش باغي تتريني، وغادي يجيك احساس داخلي، تقول انا لماذا انا راني ندرب؟ باسكو ما غاديش تشوف النتيجه. اوكي، ما غاديش تشوف هذيك النتيجه السريعه، غادي تبقى الالم، يقعد يجيك الالم تاع التمارين، وغادي تقول انا لماذا انا الان راني نتريني وما فيش نتيجه، وهذا امر طبيعي. اوكي، وغادي عقلك يقعد يقاوم في جسمك باش توقف. اوكي، وهنايا يكون الفرق. لماذا؟ لان الانسان اللي يتوقف راه فشل، والانسان اللي ما يتوقفش ويبقى مصر غادي يشوف النتيجه، لان ما فيش نتيجه سريعه ولا مختصره، فقط الاصرار. اوكي، خلينا نروحوا للمرحله الثالثه. في هذه المرحله سوف نتكلم على الايجابيه والتحول. عندما تبدا تلاحظ في الفرق في جسدك وتنوض كل يوم من الفراش، وغادي تشوف باللي البطن تاعك بدا ينشد، بدا يتزير كما احنا نقولوا لها باللغه الجزائريه، بدا يتزير. وباللغه العربيه كيفاش يقولوا لها؟ كتبوا لي في التعليق. يبدا ينشد، يبدا ينشد. اوكي، غادي تحس روحك باللي الثقه تزادت فيك، وغادي تحس روحك فرحان، وعقلك والذهن تاعك غادي يتحرر من هذاك الخمول والكسل، وتعرف باللي العزيمه والاصرار هما اللي غادي يوصلوك في هذه الحياه. اوكي، وتولي عندك كيما نقولوا واحد النكهه، اي حاجه تقدر توصل لها. باسكو علاش؟ تحديت نفسك وعملت شيء وشفت النتيجه، غادي تولي اي حاجه تاني غادي تعملها. اوكي، تولي الثقه تزيد اكثر. اوكي، والمده هذه تاع 21 يوم الى كاع نقولوا ما درتش 6 باك ابدومينو، تكون احسن وتكون افضل نسخه منك. اوكي، والان نروحوا للمرحله الرابعه. ليتس جو. في هذه المرحلة الرابعة أنا مقسم لكم الأسابيع إلى 3 أقسام. أوكي، الأسبوع الأول سوف نركز على التمارين الصحيحة والتنفس
والتوازن. الأسبوع الثاني غادي نرفع التحدي ونزيدو في التكرار ونزيدو في الوقت. إذا كنت تلعب 10 دقائق زيدها 10 دقائق، إذا كنت تلعب 20 دقيقة زيدها 10 دقائق اللي هي 30 دقيقة. أوكي. وفي الأسبوع الثالث غادي نكسروا الحواجز وغادي نضغطوا أكثر ونصبروا ونفجروا القوة الداخلية. وأنا أريد منكم تتابعوني وتشاركوني تعليقاتكم، أوكي، وتقدمكم في هذا التحدي. وحتى انا غادي نشارككم تمارين كل يوم، وغادي نشارك معكم الاكل شراني ناكل، وغادي نشارك معكم كل شيء. اوكي. والان ننتقل الى المرحله الخامسه. ابغى منك تقول بصوت مرتفع: انا استحق جسم مثالي، انا استحق أن أحترم نفسي، وأنا أستحق الثقة والراحة. والتحدي يبدأ بقرار بسيط. تقول لنفسك: أبدأ اليوم وليس بكرة وليس غدا وليس بعد الأكل، في الحين. وإذا أنت جاهز اكتب لي في التعليق: أنا أبدأ التحدي. أوكي. ولا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلكم جديد معايا. اوكي. وتبارطاجي هذا الفيديو مع اصدقائك. 21 يوم ممكن يمروا بسرعة، ممكن يغيروا كل شيء، ولكن انا بدي منك تختار اليوم وتبدأ التحدي وتتغير وتصبر. اوكي. تتغير وتصبر وتشوف النتيجة بإذن الله. أوكي. خلينا نبدأ الرحلة سويا. أشوفكم في فيديو جديد. بيس.